السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. قبل اي حاجة نصلي على رسولنا الكريم كالعادة ونقول اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ولايك وشير وسبسكرايب للقناة. زي ما احنا كده شايفين مع بعض في الصورة المصغرة بتاعة الفيديو، عملت البيكاتا بالفراخ كده، حاجة كده طعمة وجميلة ومتدلعة. تعالوا نشوف كده عملتها ازاي. معايا كده صدور او قطع من البانيه منضفاها حلو جدا وغسلها بالليمون وبالدقيق وبالملح وصفتها حلو جدا، وبعد كده هرشيت عليها رشه من الملح، وبعد كده هحط فلفل اسود وكمان هحط بابريكا. طب انا ليه فرداهم كده؟ لما انا ممكن احطهم في بوله واعملهم التتبيله كده ملح وفلفل وبابريكا. لا، انا عايزه كل واحده تاخد التتبيله بتاعتها، انا عايزه التتبيله تلزق في القطعه نفسها. تمام. وهعمل لها برضو من الظهر كده، يعني من وش وظهر ملح وفلفل وبابريكا. حلو الكلام، حلو الكلام. عقبال بقى ما كده نشوف الخطوه دي، نصلي بقى على رسولنا الكريم. وكده كل ما تصلوا عليه ربنا ما بينساش حد، وربنا بيكبر بخاطر كل واحد. ويعني طهري بقك كده بالاستغفار وبالصلاة على الرسول يا رب. لا اله الا انت سبحانك كنت من الظالمين. تعالوا بقى كده هنروح على البوتاجاز، وحطيت كده الطاسه دي او حله ايا كان، وكمان حطيت شويه من الزيت ومعلقه كبيره من السمنه البلدي بقى، وهنحمر بقى او هندي لون للبانيه بتاعنا. البانيه بقى مع التتبيله دي هتلزق في التتبيله، هتلزق في القطعه نفسها، فهو ده المطلوب يا جماعه. تمام. هقلبها بقى من الوش والظهر كده لغايه ما تاخد اللون اللي انا عايزاه. هقلب بقى الوش الناحيه التانية، وكل ما ياخد اللون اكتر كل ما هو هيديني نتيجه احلى في الاخر. تمام. وهو ده اللون وهو ده المطلوب اثباته. بصوا اللون والتتبيله لازقه فيه ازاي، هو ده اللي انا عايزاه. بعد ما تحمروا وخدوا اللون اللي احنا عايزينه، هنشيلهم كده وهروح حاطه بصلايه كبيره او بصلتين. تمام. مجرد ما ياخدوا اللون معايا من التتبيله اللي نزلت، هروح نازله بمعلقه كبيره من الدقيق، ونقلب بقى حلو جدا علشان ما تكتلش معايا، وهنزل عليها بنص كوبايه من اللبن، واقلب بقى بسرعه بسرعه علشان ما تكتلش معايا، واروح نازله بعلبه من الكريمه اللبانه او كريمه الطهي. وبديل كريمه الطهي هنا يا جماعه كوبايه من الحليب على كوبايه من الزبادي. لو انتي مثلا مش شرط ان انا اجيب علبه كريمه اللباني او كريمه الطهي ايا كان. وحطيت لها بق ميه بس عشان تقلت معايا، فرحت احط لها بق ميه. ممكن طبعا ازودها حليب بس انا عادي، فرحت مزودها بق ميه. وهنزل بقى بالقطع البانيه بتاعتي بقى كده في العمق الجميل ده. دقتها حسيت ان هي عايزه ملح، فهديها رشه من الملح، وهحط فلفل اسود كمان، وهحط نص معلقه من مرقه الدجاج. بتدي تيست حلو جدا للوصفه دي يا جماعه. ممكن بقى اعمل ايه جنبها؟ جنب الوصفه دي ممكن اعمل مكرونه وايت صوص، ممكن اعمل رز ابيض. فانا عملت رز ابيض ووطيت عليها النار وسبتها بقى ايه تاخد، والقطع كده تشرب من الصوص ده. بجد بصوا هو ده السمك اللي انا عايزاه، كانت خطيره.
بس كده الوصفة بتاعتنا خلصت، وتعالوا نشوفها بقى بعد ما خلصتها تتقدم ازاي. هاخد كده قطعتين، كل واحد ياخد الطبق بتاعه بالقطعتين بتاعته، واحط كده شوية من الصوص جنب طبق جنب حبة الرز، يعني هو كله في طبق واحد. لو عايزه تضيفي مشروم، انا نسيت اقول لكم على الحته دي، ممكن تضيفيها بعد البصل على طول، لان انا ما بحبش المشروم ولا حد بيحب المشروم، فعشان كده ما ضفتهوش. وادي بقى دي طريقه التقديم من البيكاتا، وكمان جنبها الرز، وكلت نص الطبق وانا معاكم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.